لك كاتشب باظ من السندوتش، قلنا نعمل السندوتش على قد بقنا. كده انا بدأت اتوغوش. الرعب والخوف ده مش خوف من كاتشب، ده خوف من حاجة تانية وانا قلقان ان انا اقولها. هو واضح ان السندوتش مش اللي سرب، حضرتك اللي سربتي بس بتسربي كاتشب. ايه ده؟ ايه اللي انت عملتيه في المحل ده؟ دخلتك مش مريحاني، دخلتك مقلقاني ومحسساني ان في حاجه غلط بتحصل وفكره مهببه ب60 نيله. ممكن تطلع بره دلوقتي؟ اطلع بره وانا هنضف كل حاجه. اطلع بره واسيب اكل عيشي وانا فضيلك؟ ده انا هصور الكلام ده كله عشان اعرف الناس مين اللي بيعطل المكان. مين اللي بيعطل المكان؟ ليه؟ هي نزلت بادس بلاش اهو. محمد عيب اللي انت بتعمله ده، اعتبرني اختك، حرام عليك. دلوقتي بتتحايلي عليا ومرعوبه بعد ما كنت بتحايل عليكي تعامليني كويس. عيب اللي انت بتعمله ده، اعتبرني زي اختك، زي مراتك، زي امك. زي امك، زي اختك، زي مراتك. انت يعني جبتي الحاجات كلها نسائيه. هي الفكره المهببه ب60 نيله، هي فكره محتاجه حاجات بالاجنحه. اطلع بره يا محمد، حرام عليك بقى، ما تفرجش عليا الناس، بالله عليك اطلع بره. هو في ايه يا استاذ؟ اتفضل اطلع بره. ما هو الرعب ده كله استحاله يكون من سندوتش الهمبرجر انه باظ كاتشب. انتوا بتفكروا افكار ما يعلم بها الا ربنا. الفكره دي جات لكم اخر الشهر ولا في اوله؟ اطلع بره يا استاذ. بقول لك اطلع بره. اطلع بره واسيب المكان لمين؟ ما تصحش كده، اطلع بره هات غير دمها يا محمد. زيها كفايه بقى يا محمد، ما تصحش كده. بقول لك انت تروح حد اخواتك. قولي له انت ترضى على نفسك، انت لو سربت ترضى حد يصورك يعني؟ ما هو يعني الفكره كلها ما انتوا كلكم لعبكين في بعض بصراحه ومستفزين بافكاركم. هكلم صاحب المكان يا استاذ عيب كده، ما تعملش كده. هوري له كل حاجه متصوره كده عشان ما يقوليش، يا عشان ما يقولش الشغل متعطل ليه اهو. انتوا محتاجين تتعالجوا نفسيا، انتوا محتاجين تتعالجوا نفسيا بالفيديوهات بتاعتكم اللي بتعملوها. شغل ايه اللي هيتعطل بواحده جات لها البتاعه فسربت، ثم بتسربي ليه حضرتك والبنطلون ابيض وزي الفل؟ سربت منين؟ ولا طلعتيهم عرق ولا عملت ايه بالظبط؟ حرام عليك، بروح غيري وانا اروح التويليت بسرعه. حسب الله ونعم الوكيل. هي لسه في ناس كده؟ في ايه يا ابني؟ انا مش فاهم حاجه. تعالى يا استاذ اسلام اتفرج اتفرج. اتفرج على ايه؟ ايدي هي بقت مزار سياحي، جايب ابو شبت يتفرج هو اخر. تعالى. في ايه بالظبط؟ هو انت في راجل عندك دم، جايب واحد عشان يشوفها. ده صاحب المكان يا استاذ. بسم الله ما شاء الله على العته المغول اللي انتوا فيه، شغالين في المكان ومش عارفين ان ده صاحب المكان. سبحانك يا رب يا محسن الصدف. فين اللي كان هنا؟ ثواني عايز افهم. خلاص نضفناها. استاذ اسلام مفيش اي حاجه، استاذ محمد بيبالغ. اهدى شويه يا استاذ ليكي محمد. حقك، ليكي وش تتكلمي، ده انت عار. احسن عشان تبقى تعرف تشمت كويس. يا رب تجيلك قريب عشان نشمت فيك احنا كمان. انت لو شايف ان دي عار يبقى امك كده واختك كده ومراتك كده وبنتك كده، بس دي حاجه ربنا نعمها علينا، المفروض ان احنا نحمده ونشكره عليها. ما هو ربنا بنشكره على كل حاجه ونحمده على كل حاجه، بس ما لقيتوش الا الحاجه دي وتطلعها لنا عشان تشكروا ربنا. دي حاجه مقرفه قوي. ربنا عمره ما يكتب لنا حاجه فيها شر لينا، ربنا دايما بيكتب لنا الخير. انت لو كنت راجل بجد انت اللي كنت داريت عليا وكنت رحت جبت حاجه غطيتني بيها. اديك انت قلتيها. لو فعل مشعلق في الجو مش تفضحني بالشكل ده. انا مش مكسوفه من حاجه زي دي، بالعكس دي نعمه ربنا انعمها علينا ولازم اشكره عليها. انت نفسك اتولدت وجيت الدنيا بسبب حاجه زي دي. نفسي افهم اوصل للحكمه، يعني انا نفسي افهم واوصل لها بصراحه. مش عارف الحكمه فين في الموضوع. انا تهت منكم. واحده سربت وواحد شمت فيها، ما هو اهبل وهي ما خدتش بالها وهي خارجه من بيتها. ايه الحكمه؟ المفروض انت كراجل تكون قد المسؤوليه وتكون راجل في تصرفاتك، عشان لما امك او اختك او مراتك او بنتك يتحطوا في نفس الموقف ده هينزل يجرسهم في الشارع ويعرف المنطقه كلها ان عندهم ظروف، يلاقوا اللي يداري عليهم، مش اللي يفضل يقف يتريق عليهم ويضحك ويتمسخر عليهم بالشكل ده. اما قصه عبره بنت جزمه صحيح.